هل ممكن تصلح اللي اتكسر بعد فوات الأوان وبعد ما الدنيا باظت ولا خلاص كده؟ مسلسل كتالوج اللي هنتكلم عنه النهاردة هيناقش السؤال ده باستفاضة. خليك معايا. مساء الخير أو صباح الخير زي ما بتشوفنا، معاك هدير مجدي وفانس. هنتكلم سوا عن الأفلام والمسلسلات ونحللها ونكتشف جوانب جديدة ممكن تلمس حاجات فينا. ليه اخترت ونس بالتحديد؟ عشان بشوف الأفلام والمسلسلات أوقات كتير بتبقى ونس. أحيانا فيلم أو مسلسل ممكن يحتويك ويطمنك أو ينور جواك حاجات كتير انت مش شايفها. الفيلم ممكن يكون نور لضلمة جواك، وأوقات ممكن يكون لحظات من الدفى اللي انت محتاجها. الفن مش متعة بس، الفن مراية نفهم منها نفسنا والدنيا حوالينا. والنهاردة اخترت ليكم مسلسل كتالوج اللي بتدور أحداثه عن يوسف، زوج تقليدي جدا، شغله واخد كل وقته وعنده ولد وبنت ما يعرفش عنهم حاجة خالص. ده حتى ما يعرفش ان ابنه عنده حساسية من الكاتشب يا راجل. بتصدمه الحياة لما مراته بتموت فجأة بسبب الكانسر. بيروس وما بيبقاش عارف يعمل ايه، الدنيا بتبوظ على الآخر. ما بيبقاش عارف هل هيقدر يكمل من غير مراته حبيبته ولا لا. بيناقش المسلسل هنا الفقدان في حد ذاته، وخاصة لما بيجي على غفلة بياخد حتة من القلب ما بتتعوضش. كمان الدنيا أصعب لأن ولاده اللي ما يعرفش عنهم حاجة دول بقى مش عارف هل هيقدر يعوضهم ولا لأ، وإزاي يوازن بينهم وبين شغله اللي رقم 1 عنده. مخاوف كتيرة جواه، بس كمان أولوياته في الحياة لازم تتغير عشان يواكب الحياة الجديدة. قيمة الشغل ونجاحه المهني مفروض يتوازن معاها قيمة العيلة عنده، واللي ما كانتش موجودة في حساباته أصلا. بيسمع كلام أخوه لما قاله أنت ما كنتش بتعرف تعوم وأنت صغير وزقيتك وقتها، وأنت حاولت لحد ما عرفت تعوم وما غرقتش، فالمرة دي مش هتختلف كتير. الكاتب أو المخرج قال على لسان عمرو يوسف اللي كان ضيف شرف في المسلسل جملة مهمة أوي. قال له دورك كأب بيبتدي مش من اليوم اللي مراتك ماتت فيه، لكن من اليوم اللي بقيت حامل فيه. هنا ما كانش عايز يحسس يوسف بالندم أكتر من إنه يلفت انتباهه الحقيقة كانت غايبة عنه. أحيانا بنبقى محتاجين الناس اللي حوالينا تلفت انتباهنا لحاجات مش شايفينها. المسلسل عايز يقول رسالة مهمة جدا كمان، إنه مش شرط الحاجة تروح منك عشان تعرف قيمتها. هو معرفش قيمة مراته إلا لما سابته وماتت. وكمان عايز يوصلك إنه مفيش وقت معين للحاجة اللي انت عايز تعملها، مجرد إنك موجود في اللحظة دي وقلبك بيشاورلك على حاجة فده وقتها. وده واضح جدا لما الشخصية اللي بتقوم بيها طارة عماد قالت بابا كان عنده رواية قضى طول عمره كله بيكتبها وما خلصهاش عشان كان دايما بيقول مش وقته، كان شايف إنه في حاجات تانية أهم بكتير. فعايز أقولك ما تأجلش حلمك، مش لازم ندرك الشيء إلا بعد فوات الأوان. وأعتقد دي المسج القوية اللي المسلسل عايز يقدمها. هل بقى ممكن تصلح حاجات بعد فوات الأوان بعد ما الدنيا باظت ولا خلاص كده؟ أوقات كتير بيكون في فرص جديدة عشان نصلح اللي اتكسر، بس أوقات تانية برضو بيبقى فات الأوان، خاصة لو كان الموت الفاصل بيننا وبين الحاجة دي بيكون خلاص ما عادش ينفع. والمسلسل ناقش اللي ينفع نصلحه واللي ما ينفعش خلاص. ده باختصار المسلسل بدون حرق. مشاهده لذيذة زيك لو هتتفرج عليه. المسلسل من وجهة نظري حلو، بس جاهز مناديلك جنبك لو مريت بلحظات فقد في حياتك وحد عزيز عليك ما عادش موجود، لأن في مشاهد كتير بتدور في الزون دي. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة، وده كان ونسنا. لو المحتوى ده شدك اشترك في القناة علشان عندي تحليلات أعمق جاية. لو تحب نكبر مجتمع بيحلل الأفلام والمسلسلات بعمق نفسي مختلف. واكتب لنا في الكومنتات ايه اللي كان نفسك تصلحه والوقت عدى، واكتبوا لي حابين المرة الجاية نتكلم عن أي فيلم أو مسلسل. أنا هدير مجدي وده كان ونس.